اهلا وسهلا بكم في القناة. معانا سخان يونيفرسال 10 لتر. في مشكلة ان احنا لما بنيجي نفتح المية السويتش نفسه معلق معانا. احنا لما نيجي نفتح السخان مفروض بيفتح معانا كده، بيفتح للاخر. اجي مثلا اقفل المية بيرجع تاني. فانا هوصل دلوقتي الشاحن واجربه لكم قدامكم عملي. زي ما انتوا سامعين معايا بيتكتك. انا اصلا مش مشغل المية. العيب ده بيبقى المفروض ان السويتش ده طول معلق معانا كده بنجيب غيره وبنركبه، وهوريكم الطريقة سهلة. المفروض المسمارين اللي بيبقوا ماسكينه بيتشالوا وبعد كده بيتثبت تاني وبيركب في الجاك. وهو اصلا التثبيت بتاعه سهل جدا. السويتش ده دوره مهم جدا. المفروض اما المية بتيجي عند الكاوتشة بيفتح معانا كده، بعد كده بيتكتك، الدايرة بتكمل بعضيها ويشتغل. المشكلة عندنا ان القديم فاتح باستمرار زي ما انتم شايفين معايا، عشان كده هنركب الجديد. بنثبته بكل سهولة. طب نعرف ازاي ان هو راكب في مكانه صح؟ لما بفتح المية بلاقي الجزء نفسه بيتحرك معايا. افتح كده المية، زي ما انتم شايفين بيفتح معانا. اقفل بقى المية بيرجع تاني، فهو كده اشتغل معانا تمام. هنوصل بقى الشاحن ونجرب. فتح معانا، علينا النار، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.